السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ بوبا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. قبل ما أبدأ معاكم الفيديو، أهم حاجة ما تنسلوش اللايك واشتراك بالصفحة وفعلوا الجرس. هعمل معاكم دلوقتي طريقة عمل البيتي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهتحبوا تعملوها على طول على الطريقة دي. بجد جربوها هتحبوها قوي فعلا. طريقة سهلة وبسيطة جدا. هنخش دلوقتي على المكونات بسيطة جدا. زي ما انتم شايفين، كاكاو 8 كيلو كاكاو، 3 بيضات ببياض، و9 بيضات بدون بياض. خلي بالكم اهم حاجة بدون بياض. دلوقتي هنخش على 3 اكواب سكر مطحون، يعني نص كيلو. وكمان هنحط 2 كيلو الا ربع دقيق، وكمان 6 كواب زبدة، يعني كيلو 250 جرام. اهم حاجة المقادير: اربع اربع اكياس فانيليا ورشة ملح. زي ما انتوا شفتوا كده المكونات. طبعا هنجيب مضرب او اي مضرب عندكم. هنحط دلوقتي اول حاجة، اول خطوة هنحط السمنة، وهنضربها كويس قوي لحد ما تبيض معانا. ممكن تضربوها برضه بايديكم، بس هتقعد فترة طويلة معاكم. لو عندكم مضرب هتبقى احسن. زي ما انتوا شايفين كده، اول ما تبيض معاكم يبقى كده بقت كويسة السمنة. هننزل دلوقتي بشوية شوية سكر المطحون. اهم حاجة تطحنوا السكر. هننزل بشوية شوية كده حتى ما السكر يدوب مع السمنة، يدوب خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا ماشية معاكم خطوة بخطوة. بعد كده هنحط البيض. طبعا احنا حاطين البيض بدون بياض، والثلاث بيضات ببياض. اما حاجة البياض بتنشف البودفور قوي. زي ما انتوا شايفين كده، امشوا معايا خطوة بخطوة. بجد البودفور هيطلع تحفة، وهتحبوا تعملوه على طول، وسهل جدا، والعجينة هتطلع معاكم مظبوطة. زي ما انتوا شايفين كده انا بنزل بايه يعني بالطين عشان خاطر يدوب في قلب السمنه وتتضرب كويس. انا كنت هعمله بالكفه، بس انا حبيت اعمله بايدي اسهل. واللي ما عندهوش كفه يبقى سهل جدا تعمليه بايديك. دلوقتي انا حطيت رشه الملح، مهمه جدا رشه الملح بتغير الطعم وبتظبط البودي فور. دلوقتي انا بنزل بشويه شويه بالدقيق عشان خاطر يبقى واخده يعني مبقاش كتير ولا شويه. لو ممكن مبقاش محتاجين الدقيق كله، بس احنا احتاجناه كله. انا عامله لكم المقادير بالظبط زي ما انا قايلها لكم، وهكتبها برضك في صندوق الوصف. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين مكنه البوتيفور دي جميله جدا، لسه نازله جديده. فعلا هي غاليه شويه بس تحفه بجد. بس عاوزه شويه تكنيك بسيط كده. بجد البوتيفور كان طعمه جميل جدا، وهعرفكم ازاي برضك بنركبها ونفكها سهله جدا. بجد المكنه دي جميله جدا، ولو حابين تعرفوا اسمها او شكلها بجد تحفه، احسن من مكنات كتير جدا. هي وردتها كبيره شويه بس بجد جميله قوي. وبعد الغلطات بسيطه بت بتسيب بتبوظ واحده كده من البوتفور، بس جميله جدا. زي ما انتم شايفين كده. الفرن طبعا يبقى هادي، زي ما انتم شايفين كده، هادي من تحت يعني متوسط من فوق ومن تحت، وسواها سهل جدا. دلوقتي انا اعرفكم ازاي انا بفك مكنه البيديفور. بجد طريقه جميله جدا، وبعمل اللونين ازاي. زي ما انتم شايفين كده طريقتها سهله جدا. شايفه بنشدها ورا بس بالراحه ونحطها في قلب البيديفور. هي بجد المكنه دي تحفه بجد، جربوها. ولو حابين تعرفوا اسمها عرفوني. شوفوا بتطلع له القلب جميل ازاي، شكل وشكل كده، لونين مع بعض فعلا تحفه. وبتبوظ برضك زي ما انتم شايفين كده، بس مش كتير، وسهله وبسيطه جدا، وانجزت معانا جامد. بجد جميله جدا. اشتروها، هي غاليه شويه بس هتقعد معاكم العمر. فعلا جميله جدا. كانت اول استعمال لينا جدا، يعني كان عندنا القديمه دي بس دي جديده حلوه قوي. شايفين مطلعه القلوب جميله جدا ازاي، لون ولون تحفه، والطعم خطير بجد. جربوا الطريقه، بس اهم حاجه امشوا على الخطوات بالظبط. ما تكتروش ولا تزودوا، عشان لو زودتم العجينه مش هتبقى حلوه. لو جمدت معاكم وحاسين الاشكال بتبوظ معاكم، حطوا شويه ميه. مش هتبوظ البيدفور ولا تنشف. شايفين الشكل تحفه. عملنا طبعا بني، وعملنا ابيض، وعملنا لون ولون.
هنخش دلوقتي نشكله ازاي. ممكن تاكلوه كده من غير ما تحشوه، بجد طعمه حلو قوي، بيدوب في البق وجامد وحلو زي ما انتم شايفين كده. بنحشيه طبعا مربى وشوكولاته، وزي ما انتوا عاوزين تحشوه اي حاجه، يعني اي تشكيله انتوا عاوزين تحشوها. طبعا شوكولاته بيضه وشوكولاته سمراء، يعني زي ما انتوا عاوزين بالظبط. شايفين المنظر؟ بجد جامد، كان تحفه. كل اللي داقه بيشكر فيه جدا، وطريقته سهله جدا، ومشوا على الخطوات، وعمايله سهله جدا، وسواه سهل برضك. بجد جميل قوي. اهم حاجة النار تبقى يعني متوسطة تحت وفوق، والفرن يبقى سخن، ما تحطوش في فرن بارد. بجد اما تعملوها تدعولي، سهل جدا ودايب وطعمه خطير، بجد طعمه حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده شكلناه وشكله حلو قوي. وطلع بالظبط 3 كيلو ونص بدفور بعد السوا، 3 كيلو ونص. بس اهم حاجة ايه؟ تمشي على الخطوات بالظبط، عشان خاطر لو ما مشيتوش على الخطوات بالظبط مش هيطلع معاكم مظبوط، بالذات البيتيفور. وسهل جدا، وسواه سهل، وهو سهل جدا. ولو عندكم مضرب يبقى احسن، مضرب يد، مضرب اللي هو العادي او مضرب العجان. بس اهم حاجة ايه؟ تمشي على الخطوات. شايفين الكمية جميلة جدا وكتير، يعني بجد 3 كيلو ونص كمية كبيرة جدا. لو حبينا نروح نشتريه من بره مش هتطلع الكمية دي ولا الطعم ده. ممكن تستعملوا سمنة كريستال، ممكن تستعملوا سمنة بلدي، اي سمنة انتوا بتحبوها. اهم حاجة ما تنسلوش اللايك واشتراك بالصفحة وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.